لبست فستان كتب الكتاب وسط فرحة أهلي. الناس كلها كانت مبسوطة. خلاص أنا ويونس هنبقى مع بعض. لكن يا فرحة ما تمت. أختي كانت قاعدة بتلبس فستان أبيض زيي. أنا ساعتها كنت مستغربة شوية. ساعتها بصيت لها وقلت لها: شمس، هو أنتي لابسة فستان أبيض ليه؟ أنتي عارفة إن العروسة هي اللي بتلبس أبيض. مالك في إيه؟ قالت شمس بتوتر: أنتي عارفة إن أنا بحبك، قلت ألبس زيك عشان نخطف الأنظار مع بعض. روح ساعتها ما اهتمتش بكلامها. خرجت، شافت يونس جاي، ابتسمت بحب وقربت منه. ايه البدلة القمر دي؟ لا حقيقي جامدة عليك. يونس ابتسم بخبث: تعالي بقى، أنا قمر طول عمري. وانت شايف دي ثقة ولا غرور؟ ببص عليه، كانت عينه على أختي. أول ما خرجت ابتسم لها، هي كمان بدلته نفس الابتسامة. لقيتها جاية علينا، عينها بتلمع، بتبص ليونس زي ما تكون بتحبه. ما قدرتش أتحمل غيرتي. ساعتها سبتهم ومشيت أكمل باقي لبسي. شمس بحب: إيه رأيك؟ مين فينا أحلى بالفستان؟ إنتي طبعا، كلها ساعة وأكتب عليكي. بس يعني هتبقى صعبانة عليا قوي لما تعرف إنك هتتجوزني أنا، ويعني مش هي. بقولك إيه، مش كده الناس مش هتبطل تتكلم علينا؟ هو بابا عارف، بس برضه. ولا يهمك، أنا معاكي وفي ظهرك. وبعدين إحنا قايلين لباباكي إن إحنا نخليها مفاجأة هنا في الفرح، وإنتي عارفة باباكي ملوش طول على أختك أصلا، وبيحبك إنتي، فإحنا بنلعب على الوتر ده. وبعد مرور ساعة، روح كانت قاعدة جنب مامة يونس، كانت عمالة بتضحك فرحانة قوي إن خلاص بعد الحب ده كله هيبقوا لبعض. المأذون دخل، وبابا قعد جنب يونس، وعمي قعد، وأنا كان قلبي بيدق بسرعة من فرحتي بيه. فجأة شمس أختي دخلت وقعدت جنب بابا. أنا استغربت شوية، بس قلت عادي مفيش مشكلة، أختي وده بابا، مش غريب. لكن الصدمة كلها لما دخلت جبت المنديل اللي عليه اسمي واسمه. شمس أختي دخلت ورايا: في إيه يا شمس؟ مالك؟ ساعتها شمس اتكلمت بعصبية: افتحي المنديل كده يا حلوة. فتحت المنديل بتوتر، لقيت مكتوب يونس وشمس. شمس أختي. شهقت بصدمة: شمس، هو يونس هيتجوزك انتي؟ أخدت مني المنديل ومشيت بمنتهى العصبية. خرجت، أنا كمان خرجت وقفت جنبها. أنا كنت بحاول أفهم إيه اللي بيحصل. لقيت كل اللي في الفرح بيبصولي. ساعتها ماما وقفت وقالت باستغراب: هو إيه اللي بيحصل؟ يونس يتجوز شمس؟ طب إزاي؟ ساعتها بابا، أو يعني اللي بعتبره بابا، أنا معرفش ليه بيكرهني كده، بابا اتكلم وقال: يونس كان طالب إيد شمس، وأنا بصراحة وافقت، قلت نكتب الكتاب أحسن طالما الولاد بيحبوا بعض. وروح ما كانتش في الخطة أصلا. روح بصدمة: يونس، الكلام ده صح؟ أنت خدعتني؟ أنت كنت بتلعب بينا إحنا الاتنين؟ ساعتها شمس وقفت بخبث: لا يا روحي، كان بيلعب بيكي أنتي. أنا ويونس ابن عمك بنحب بعض من زمان، من قبل حتى ما يعرفك. لما اعترفتي بحبك قال هيرفضك إزاي؟ وفي الآخر سابك. ربنا كاتب إن إحنا نبقى مع بعض. ساعتها عمي قرب من يونس، ضربه بالقلم ضربة قوية. صرخت بقوة وقلت: يا ريت يا عم ما تعملش في حاجة، أنا راضية إن يونس وشمس يتجوزوا. ساعتها إبراهيم عمها اتكلم بحزن وقال: انت عارفة يا روح يا بنتي إن أنا بحبك إزاي، ولما عرفت إنه هيتجوزك انت فرحت قد إيه، لأنك انت زي نور بنتي. بس بقولك إيه يا يونس، لو اتجوزت شمس أنا مش هعتبرك ابني، لا هتبقى ابني ولا أعرفك. بس أنا بحبها يا بابا، بحبها، وهتجوزها غصب عن أي حد. يعني إيه يا يونس الكلام ده؟ يعني هتتجوزها غصب عني؟ يبقى زي ما قلتلك، لا انت ابني ولا أعرفك. وانت يا شمس اعتبري من دلوقتي أختك ماتت، وعمك كمان مات. ساعتها مامة روحي اتكلمت بعياط: يلا يا روح، يلا يا بنتي، بلاش توجعي قلبك. يونس ساعتها حط وشه في الأرض بحزن وقال: تمام يا بابا، أنا آسف. ما تقوليش يا بابا، لا انت ابني ولا أعرفك. الأسف مش بيصلح حاجة يا يونس. بس يا بابا أنا هعمل باصتي وأحضر معاك فرحك، ساعتها هسيبك وامشي. قعدت جنب عمي
دموعي بتنزل من جوايا. ليه عمل فيا كده؟ ساعتها هو كان بيبصلي بندم، بس أنا بعدت نظري بحزن. مش عايزة أضعف قدامك تاني، مش عايزة. فجأة سمعتهم وهما بيكتبوا الكتاب. مش قادرة أمسك نفسي من العياط. خلاص كل حاجة انتهت. كنت بتمنى إني يا رب يا ريت أكون بحلم، لكن للأسف فقت على جملة المأذون الشهيرة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الجملة دي نزلت على قلبي بوجع. شفت فرحة أختي وحبيب عمري اللي حلمت معاه بكل حاجة. ساعتها إبراهيم قال بحزن: يلا يا جماعة، كتب الكتاب خلص ومفيش فرح. كان حاسس بيا، كان حاسس بوجعي. كان نفسي أحضنه في الوقت ده، بس في الوقت ده قربت من أختي. كنت بصلها بحزن: ألف مبروك يا شمس، ربنا يخليكوا لبعض. ساعتها شمس بصيت لي بضيق: الله يبارك فيكي يا حبيبتي، يا ريت تمسحي رقمه، وأي حاجة جابها لك سيبيها عشان هاخدها. بس في الوقت ده أنا شدتها من دراعها بقوة: انتي أخدتي كل حاجة، كل حاجة، بس أي حاجة جات ليا مستحيل حد ياخدها، ووعدك هاخده منك، بس بالوجع والدم، على كل دمعة ووجع جوايا، وكل دمعة هتنزل من عيني وهو في حضنك. شمس ساعتها بلعت ريقها بخوف: ايه يا روح، ابعدي شوية. بصيت ليونس بكره: هتندم يا يونس، صدقني هتندم. ساعتها سبته ودخلت جري على اوضتي. عمي وامي جم ورايا. انا كنت فعلا زعلانة، زعلانة جدا. امي كانت زعلانة جدا، زعلانة على زعلي. ما ضحكتش حتى لاختي. اللي شمس عملته مش كويس، دي باعت اختها علشان اللي بتحبه. ساعتها يونس مسك ايد شمس ونزل شقتهم. كانت معاهم في نفس البيت. طبعا حور لا هتقدر تنزل ولا تطلع طول ما هي شايفاهم مع بعض. حور دخلت اوضتها، قعدت على السرير بعد ما غيرت فستانها. اخيرا سمحت لدموعها انها تنزل. مسكت الموبايل بحزن وشافت الرسايل، وهو بيقول لها: انا فرحان قوي، خلاص هنبقى لبعض. رسالة تانية بيقول فيها: خلي بالك من نفسك عشان بخاف عليكي. رسالة تانية بيقول: يا بت انتي مراتي، ووريني كده جبت ايه للفرح. مسحت الشات، صرخت بقوة لدرجة ان مامتها دخلت عليها. ساعتها بصت لمامتها وقالت: سابني يا ماما، سابني. شفتي يونس؟ يونس وشمس يا ماما عملوا فيا ايه؟ معلش يا روح، ربنا هيعوضك بالأحسن منه. نامي يا حبيبتي، نامي وريحي جسمك. نمت على المخدة، فتحت عيني وفتحت الموبايل. حزن الدنيا كله فيا. شفت صورنا مع بعض. فتحت نور الأوضة، كان في حاجات هو جايبها. بدأت أكسر كل حاجة جابها. صورنا حرقتها، كسرت تليفوني. أما عند يونس وشمس، يونس بيقرب منها بفرحة: أخيرا بقيتي ليا. شمس ابتسمت بمكر: أنت فرحان إن أنا بقيت ليكي حبيبي؟ طبعا يا روح، فرحان قوي إنك بقيتي ليا. شمس بصدمة: يونس أنت في وعيك؟ أنا شمس مش روح. ساعتها يونس قرب منها وابتدى يقرب أكتر وأكتر. وبعد مرور شوية وقت، شمس كانت قاعدة على السرير وهي بتعيط، وقالت بانهيار: عشان خاطري ما تقولش لحد، استر عليا، أبوس إيدك، استر عليا يا يونس. يونس كان واقف بمنتهى الضيق: إزاي؟ بعتي شرفك لمين؟ انطعي. أنا اتصدمت فيكي. تخيلي رد فعل العيلة لما تعرف إنك أخدتي خطيب أختها، وكمان ما كنتش شريفة. ضربها بالقلم ومسكها من شعرها وقعها على الأرض. نزل لمستواها: بقى بعت أختك يا رخيصة؟ أنا ما عملتش حاجة يا يونس. أنا عملت كده عشان قلت إنك أنت اللي هتستر على بنت عمك. أستر إيه؟ أستر بنت عمي اللي قالت إن روح ماشية وحش، وقالت إنها بنت مش تمام، وقالت إنها بتبيع شرفها، قالت كلام كتير في حق أختها، وقالت إنها مش بتصلي وبتخدني وبتكلم غيري، وقلتي فيها كل العبر. عشان كده خليتيني أكرهها وقرب منك. انتي إيه؟ شيطانة؟ وقعتي بيني وبين روح، وبعد كل ده تطلعي مش تمام؟ تلبسيني أنا فيكي؟ ده أنا لما كنت بكلمها تقولي نزلت مع شمس، ده أنا ماليش غيرها، أبيع الدنيا كلها عشان خاطر أختي، وفي الآخر تعملي فيها كده؟ أبوس إيدك، أبوس إيدك، استر عليا، هفضل معاك شهر وبعدها طلقني.
وأنا هبعد عنك وعنها. مين اللي عمل فيكي كده؟ انتوا يا بت. روح ساعتها سمع صوت عياط، صوت عالي. كانت واقفة باصة من الشباك، لقت أوضة يونس وشمس اللي هي كانت شقتها طالع منها الصوت. استغربت قوي، كانت بتفكر تنزل ولا لأ. أنا خايفة أنزل، يونس يقول لي حاجة. طب إيه؟ أقول لبابا؟ شقت بصدمة. معقولة؟ معقولة شمس أختي مش... ساعتها ما قدرتش أنطقها، قفلت النور، استسلمت لدموعي وأفكاري. طبعا مش هقدر أنساه في يوم وليلة، بس أعمل إيه؟ ده وحشني قوي، بقى هو في حضنها وأنا لأ. وعند شمس هقولك حاضر، بس صدقني أنا هقولك مين يا شمس انطقي. شمس ابتسمت بخبز. مصطفى صاحبك الأنتيم، هو اللي عمل فيا كده. يونس ساعتها اتعصب أكتر. بقى بتتبلي على مصطفى؟ والله لا افضحك وسيرتك تبقى على كل لسان، لأن مصطفى كان أكتر حد بيحذرني منك انتي. فجأة الباب خبط، يونس راح، كان عفاريت الدنيا قدام وشه. فتح الباب، كانت روح واقفة بحزن. بصت له وقالت له: أختي مالها يا يونس؟ هو ساعتها بصلها بحزن على حالتها، قرب منها: أنا آسف، سامحيني يا روح. بس روح زقته وغمضت عينها. ما بقاش ينفع الكلام ده، انت دلوقتي جوز أختي وأنا عايزة أعرف هي فيها إيه. يونس كان بصلها بحزن زي الطفل الصغير: اتخيلتها انتي، وفي الآخر طلعت مش تمام يا روح. انت فاكر كلامك ده هيدخل عليا؟ فوق يا يونس، أنا اتغيرت، ما بقتش هتضحك عليا بكلامك تاني. فاكر؟ أصل أنا بخاف عليكي. أنا لحد دلوقتي لسه بحبك يا روح. زقيته ودخلت، كان الكحل نازل على وشها، مكياجها سايح. شفت الأوضة، مكياجي وهدومي اللي اتجهزت، ألوان الشقة اللي اخترتها. ساعتها نزلت لمستواها وابتسمت: ايه يا شموسة، الشمس مش هتطلع عليكي صح؟ مش قلتلك هاخده منك ومن حضنك؟ شوفي أو سابك، وأنا أول ما فتح لها حضنه، أنا اللي في قلبه، أنا اللي بيحبها. حطيتي راس أبوكي في الطين، وأنا هعيش طول عمري رفع اسم أبوكي. شمس بصت لها بندم: روح، لا يا روح قلبي، انسي روح دلوقتي خالص. أنا حاول أتكلم معاه عشان محدش يعرف ونشوف حل. إلا قوليلي، مين اللي عمل فيكي كده يا غندورة؟ ساعتها يونس اتكلم بسخرية وقال: بتقول مصطفى انتيمي هو اللي عمل فيها كده. روح فتحت عيونها بصدمة: كل اللي مصطفى ده بيتربى معانا. ايه، نسيتيه ولا ايه؟ ده نقطع لسانك، واحنا هنشوف حل للحوار ده بعدين. واحدة زي كان زمانها فضحتك عشان اللي عملتيه فيها مش سهل. شمس مسكت ايدها بندم: ابوس ايدك، بلاش تفضحيني يا روح، افتكري العيش والملح. هو انا زيك يا رخصت العيش والملح؟ انا اكلت وحبست بحلبة وشوية حمص. يا ريت يا يونس محدش يعرف باللي حصل، وانا مش هقول لحد ما يعدي شهر. عد شهر وطلقها، او لو ما عندكش كرامة خليك معاها. سامحيني يا روح، انا هطلقها وهبقى ليكي. فجأة ابراهيم ابو يونس نزل بصدمة، كان واقف وهو بينده: روح انت بتعملي ايه عندهم؟ روح بخوف: ده عمي. شمس لما سمعت صوت عمها اتنفضت من مكانها ونطمت على وشها: يا لهوي لو عرف الموضوع. خرجت روح هي ويونس لإبراهيم وقالت: أبدا يا عمي، شمس كانت محتاجة حاجة من ماما وأنا نزلت أشوفها عشان ماما تعبانة. إبراهيم اتكلم بشك: أمال فين شمس عشان أبارك لها؟ يونس بص لبابا بحزن: بابا أنا آسف. إبراهيم ما ادالوش أي اهتمام وبص لروحه وكمل كلامه: يلا يا بنتي، الوقت اتأخر، لازم تنامي وأنا عايزة أشوف شمس. شمس قفلت الباب بصدمة: يا لهوي، هخرج ازاي؟ اشمعنى دلوقتي عايز يشوفني؟ مش هقدر اخرج ولا اشوفه ابدا. ساعتها ابراهيم اتكلم بابتسامة مع روح: ابن عمك نازل بكرة عشان الفرح. مازن نازل بكرة؟ بعد السنين دي كلها؟ فجأة سمعوا صوت شهقة شمس من ورا الباب: يا لهوي، نازل ليه دلوقتي؟ ده هيفضحني قدام البيت كله. ابراهيم دخل الشقة بشك وخبط على الباب بخبث: افتحي يا شمس، عايزة اتكلم معاكي كلمتين. روح قربت من عمها، وقفت قدامه بتوتر: هي عروسة يا عمي وما ينفعش تخرج دلوقتي، بكرة أبقى أقول لها كلمتين براحتك.
في ايه يا روح؟ في حاجة انت مخبيها عليا؟ انا عارفك. في ايه؟ انطقي. يلا يا عمي، اسمع كلامي، الوقت متأخر وكده هنقلق البيت كله وهيصحوا على صوتنا وكل هيقول ان في حاجة. ما هو في حاجة فعلا. انت مخبية عليا ايه؟ انطقي، في ايه؟ يونس نفخ بضيق وقال: شمس بتقول ان مصطفى اعتدى عليها. شمس صرخت من ورا الباب وقالت: لا، لا، انا ما قلتش حاجة زي كده، ده بيكذب عليك يا عمي. يعني ايه؟ يعني شمس مش... روح قربت من عمها وقالت: لو ليا خاطر عندك بلاش حد يعرف، عشان خاطري بلاش. اطلعي بره يا شمس، اطلعي لي هنا. يونس كان قافل الباب عشان الصوت. اهدى يا بابا، بلاش فضايح عشان محدش يعرف. شمس خرجت، عينها في الأرض وعلى وشها أثر كدمات وضرب. أنا ما قلتش حاجة زي كده. مين قال يا عمي إن أنا مش شريفة؟ لو عايزة الحوار ده ما يوصلش لدكاترة ولا يوصل لأهلك ولا الناس تعرف، اتكلمي وقولي الحقيقة. أنا لا عمري هعمل حاجة غلط ولا أغضب ربنا. انت عارفة كويس انت كنتي غالية زي روح ونور بنتي. أبوس رجلك يا عمي، أبوس رجلك، ما تقول لي بابا، ده ممكن يحصل له حاجة. أنا هفضل مع يونس الشهر وبعدها هتطلق. أبوس إيدك عشان خاطري. روح دموعها نزلت وفتحت الباب ومشيت. ساعتها اتكلمت مع نفسها: مش عارفة أقول ده حقي من ربنا ولا ده ابتلاء عشان بيحبها. طب مين اللي عمل فيها كده وانا مش باين عليها؟ دخلت بفتح الباب لقيت بابا قاعد على الكرسي ماسك الحزام وباين عليه انه متعصب. بصيت لنفسي، انا كنت نازله بلبس البيت. اعمل ايه دلوقتي؟ اقول له كنت فين؟ ادخلي يا ست روح وبلاش كده. كنت فين؟ بلعت ريقي وانا ايدي بتترعش من خوفي منه. بابا كان دايما قاسي عليا عن اختي، ورغم كده عمري ما كرهتهم، هما برضو اهلي. كنت عند عم ابراهيم، اصله كان عايزني، ولا كنت عشيقك اللي بتحبيها واطيه. كنت نازله تاخديه من اختك في ليله دخلتها. ابتدى يضرب فيا بكل قسوه وكاني لسه طفله صغيره بتتضرب عشان غلطه عملتها. ماما قامت على صراخي وجسمي اللي وجعني، حضنتها بقوه: ارحميني، انا ما عملتش حاجه يا ماما. ساعتها لقيته فتح الباب ونازل. صرخت بقوه: لا يا بابا، لا. ساعتها قربت منه ومسكت دراعه، رغم وجع وعلامات الضرب شديت ايده: عشان خاطري ما تنزلش، اوعدك مش هنزل تاني عندها. بس هو ما ادانيش اي فرصة، سابني ونزل. ساعتها بصيت بدموع وقلت: شمس اختي يا ماما، شمس اختي، بابا هيخلص عليها لو عرف حاجة زي دي. شمس صرخت بقوة لما سمعت صوت باباها: بابا يا يونس، الحقني، ده هيخلص عليا. وابتدت ايدها تترعش من الخوف. ابراهيم ساعتها فتح الباب بابتسامة: تعالى يا محمد يا اخويا، كنت ببارك لشمس وروح كانت هنا. محمد زعق بقوة: فين الإثبات؟ اللي حصل يا يونس؟ يونس بص لأبوه. وروح كانت لسه داخلة الشقة. ردت روح بتوتر: لسه ما حصلش حاجة يا بابا، المفروض إن احنا نسيبهم شوية. شمس كانت تعبانة ونزلت أشوفها. يونس بص على دراعها، كان عليه أثر ضرب وعينها مليانة دموع. يا عمي، ما حصلش حاجة. محمد بص في وشهم: هو انتوا فاكرين الحكاية دي هتدخل عليا؟ شمس فين؟ ساعتها خرجت شمس من الحمام وهي بتمثل التعب: أنا تعبانة شوية يا بابا. بص على وشها اللي كان فيه أثر كدمات وضرب وقال بشك: شمس، فعلا الكلام اللي أنا حاسه ده؟ ساعتها اتكلم يونس وقال: أيوة يا عمي، زي ما حضرتك فهمت. شمس طلعت. غمض محمد عينه بكسرة: مين اللي عمل فيكي كده؟ مين؟ شمس جريت على المطبخ بعصبية وجابت آلة حادة وقربتها منهم: يا بابا، أيوة، أنا حبيت واحد وسلمت له نفسي، ويوم ما حصل اللي حصل سابني ومشي وقال إن أنا مش تمام وإن أنا ممكن أخونه في ثانية. اهدي بس يا شمس، اهدي وارمي البتاعة دي من إيدك. أنا اللي أخدت يونس من روح أختي علشان قلت لما هيعرف اللي حصل هيستر عليا، مش البيت كله هيعرف، ابعدوا عني. وفي اللحظة دي شدت روح ليها. روح صرخت بخوف: علي يا شمس، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هخلص عليها واخلص على نفسي، محدش يتكلم معايا في الموضوع ده. انا هعيش معاه بعدها هيطلقني، واعتبر من دلوقتي بنتك ماتت وشمس ماتت من البيت ده يا بابا. روح زقتها: انت ايه، ما عندكيش دم؟
حرام عليكي اللي بتعمليه فينا ده. قوليلي أنا عملتلك إيه عشان تخدعيني بالشكل ده؟ كل حاجة بحبها أخدتيها مني، وكنت بقول أختي. انت عارفة انت أخدتي مني إيه؟ حضن أب، حنان أم، ثقة أبوكي فيكي. كان دايما من كلامك الوحش أقعد بالشهور ما قابلش عم إبراهيم تحت. كنت بتعاقب وبتحرم من كتر الكلام اللي كنت بتقولي عليا. موبايلي اتاخد بسببك. أنا النهاردة عشان أدافع عنك بابا ضربني بالحزام، كأني لسه طفلة صغيرة بتتعاقب علشان ما يعرفش ويحصل له حاجة. مازن ده كان حبيبي أنا، وفي الآخر قال إنه بيحبك حب انتي. الآخر قال إنه بيحبك انتي، وأنا لما شفت في عينيكي حبك ليونس وبعيني شفتي كمان يونس بيحبك، قلت أوجعك انتي ومازن ويونس على وجعي. ساعتها يونس اتعصب جدا. وأنا عملتلك إيه؟ ضحكتي عليا بكلامك ليه؟ المشكلة إن أنا صدقتك انتي وما صدقتهاش هي. روحي اتكلمت بدموع. أنا هستأذن أنا. يونس ساعتها بص لأبوه وقال أنا بعتذر عن اللي هعمله دلوقتي، بس انتي طالق يا شمس، طالق. ليه عملت كده يا يونس؟ ليه عملت كده؟ يونس طلع على اوضته وقفل الباب، واخيرا سمح لدموعه انها تنزل على حبيبته اللي شك فيها ودمر حياته وحياتها ودمر نفسه. روح طلعت اوضتها، قعدت. كانت منهارة جدا، بس اخدت قرار ان من النهارده روح تانية خالص. ابراهيم طلع لابنه فوق، ومحمد ومراته طلع شقتهم. شمس لمت هدومها وحاجتها وقربت من اوضة يونس. افتح يا يونس، افتح هقول لك حاجة قبل ما امشي. يونس فتح الباب. كانت واقفة وهي بتعيط. ده مفتاح الشقة بتاعك انت وروح. انا مش قادرة اتأسف على غلطي. قول لمازن ان انا مسامحاه اللي عمله فيا، هتوحشني. ساعتها هو طلب منها انها تقعد لتاني يوم، وفعلا تاني يوم طلع لروح اللي كانت لابسة حجاب، وكانت نازلة تقابل واحدة صاحبتها. فتحت الباب بابتسامة. اتفضلوا. هو انت لبست الحجاب يا روح؟ اه الحمد لله. محتاجين حاجة؟ أنا عندي ميعاد كمان ساعة. ساعتها شمس قربت منها وحضنتها. أنا ماشية، وياريت ما تقوليش اقعدي، ده هيكون أحسن ليا وليكي. انتي خليكي مع يونس عشان بيحبك. طيب مش هشوفك تاني؟ لا يا بت، أنا راجعة تاني وهحضر فرحك قريب على يونس. روح كانت لسه بتنزل، شدها يونس ووقفها. موبايلك فين؟ وصوري اللي في أوضتك فين؟ فين حاجتي والدبلة؟ كل ده ولعت فيه. أما الدبلة للأسف في الحفظ والصون جنب قلبي. ولعت في صور يا بنت عم محمد. زقته على السلم وضحكت ونزلت، ركبت تاكسي وراحت لأصحابها. شمس كانت قاعدة على السلم، لقيت مازن داخل من الباب. وقفت بصدمة، ما كانتش مصدقة إنها شايفاه. بصت له وقالت له ما كنتش أتمنى إن أشوفك، أنا عايزة أمشي. مازن غمض عينه. حاولت أنسى، كنت أتمنى أشوفك يا شمس. كل ما كنت أنساكي كنت بفتكرك أكتر. أنا ماشية من البيت ده، أتمنى ما نتقابلش تاني. شكلك اتغير. بقيت شبه أخوك يونس. هو ما بقاش جوزك دلوقتي ولا إيه؟ لا، أنا اتطلقت. مازن بصلها باستغراب. كاتب كتابك كان امبارح، هو عرف؟ شمس دموعها نزلت من عينها. عشان كسرتني وبعتني، بعت حبي. كلنا دفعنا الثمن، حتى اللي بتحبها دفعته. لسه فاكرة الماضي؟ الماضي بتاعي وانا طفلة عندي 17 سنة. حبيتك، قلت لي ده سن مراهقة، سلمت لك نفسي، واتاري روح اختي اللي كانت في بالك. انا ما نسيتش، وانا قادر اتحمل غلطتي، وانا مش هقدر اقعد في البيت ده ثانية واحدة. ابعد كده. وسابته ومشيت. مازن كمان طلع عشان يسلم عليهم. قرب من ابوه بس ابوه بعده. يونس باستغراب ايه يا بابا مالك؟ مازن ابنك رجع. ابوه بصله بحزن وقال اول مرة احس ان انا عجزت عن تربية ولادي. ابني بيخون، وابني يدمر، ومحدش صان وعده. واحد خدع روح، وانت يا مازن خلصت على شمس ودمرتها. خلتنا كلنا نبص عليها وهي تحط عينها في الأرض مكسورة منك. لا روح هتقدر تسامح يونس، ولا شمس هتقدر تحط عينها في عيون. أتمنى تكونوا فرحانين دلوقتي. مازن حط وشه في الأرض. أنا دفعت الثمن. أنا مسافر بقالي 7 سنين عشان أنسى الماضي، ومش قادر بفكر فيها وفي حالتها كل دقيقة وكل ثانية. يونس ساعتها قرب منهم وقال بس ده مش ذنبي أنا
أنا ممكن أكون عملت كده عشان بس صدقت شمس. وبعد مرور 4 شهور شمس كانت قاعدة على كرسي في مكتب صيانة عربيات، وقاعد قدامها رجل أعمال كبير. حضرتك عربيتك ناقصها حاجة، وأنا اللي هنا في السوق موجود، حضرتك حابب تاخدها بالسعر بتاعي؟ أنا ما عنديش حاجة للبيع. دخلت السكرتيرة وقالت: يا شمس هانم، في ناس عايزاكي بره، شوف انت عايز ايه وانا جايلك دلوقتي. بتبص بره لقيت مازن ويونس وروح واقفين بره. روح قالت لها بفرحة: ما تعرفيش كنت بدور عليك ازاي، قلبت الدنيا لحد ما عرفت مكانك. احنا كمان كنا غلطانين، لازم ترجعي بيت ابوكي، ده احسن ليكي. قوليلي، هو المخزن ده بتاعك؟ ده بتاع راجل كبير زي بابا، اشتغلت معاه ومسكت الشغل، وبقى المخزن ده باسمي، انا بكسب منه بالحلال. انا مش هقدر ارجع وابص في عين بابا واشوف فيها نظرة كسرة ووجع مني. مازن قرب منها: ولو قلتلك ان انا عايزة اصلح غلطتي واتجوزك ونبقى مع بعض، بس انا مش هقدر اسيب شغلي، وانا مش عايزة اتجوز يا مازن. ساعتها بصت ليونس وقالت: دقنك فيها شعر ابيض، ايه هتتجوز البت امتى؟ هتعجز يا جدع. كلهم ضحكوا عليها. فرح انا وروح كمان اسبوع، لازم ترجعي وتبقي معانا. شمس ابتسمت: حاضر يا روح، بكره هكون عندك لان عندي شغل دلوقتي. بعد مرور اسبوع روح دخلت مع يونس الجامعة بهدوء وفرحة. شمس كانت قاعدة في جنب لوحدها ودموعها كانت هتنزل منها. روح جابت المنديل اللي كان مكتوب عليه يونس وروح. المأذون قعد وروح ضحكت وكتبوا الكتاب وقال جملته الشهيرة. مازن وقف وقال بصوت عالي: هدوء كده، الفرحة النهاردة 2. طلع خاتم ونزل على رجله قدام شمس: تقبلي تتجوزيني يا شموسة؟ شمس بصت له بابتسامة وقالت له: طبعا يا قلب شموسة. ساعتها أم روح وقفت بفرحة، وعند يونس اللي حضن روح بفرحة وقوة وقال لها: بحبك، بحبك قوي يا روحي، وأنا كمان بحبك قوي يا حبيبي. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، واللي لسه مشتركش في القناة يتأكد إنه اشترك فيها ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله إشعار أول ما ننزل أي حكاية جديدة. وأشوفكم في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.